هكذا مرة أخرى وسائل الإعلام غير التقليدية من مواقع إنترنت إخبارية ومدونات تثير ضجة في وجه الروايات الرسمية وفي مصر تحديدا. ولكن ليس دائما يكون الفيديو سبب التعذيب أو القتل، فأحيانا يكون سببا في الكشف عن وقائع مخفية. قبل أعوام ولولا هذا الفيديو لما تمكن المدونون المصريون من كشف تعذيب ضابط شرطة للشاب عماد الكبير، أو تعذيب شاب آخر بضربه مرات عديدة على رقبته. بعد هذا الفيديو لم يتوقف النشر عند الإنترنت، وأصبح التعامل مع المدونات إضافة إلى الحملات السياسية على الفيسبوك قضية تشغل الحكومة والمعارضة والمشرعين على حد سواء. ونشر ضابط شرطة مصري سابق كتابا بعنوان عشان ما تتضربش على قفاك، ويشرح فيه الكاتب الطرق الصحيحة للتعامل مع الشرطة في مصر. وكونوا فاكرين البلد سايب. حتى السينما المصرية تدخلت في المشهد ونقلت صورة اختلف في تفسيرها، جهة تقول إنها واقعية وأخرى تقول إنها مضخمة. لكن وسائل الإعلام الجديدة من الهواتف المحمولة ووصولا إلى الإنترنت تحمل جوانب مثيرة للجدل أيضا، منها التشهير وخرق الخصوصية، والأهم قلة التوثيق. رغم السلبيات فلولا وسائل الإعلام الجديدة لما كان ممكنا كشف حقائق كان يصعب معرفتها قديما. هاني أبو عياش، العربية.